أحباب صحة فطوركم، مرحبا بكم في قناتكم ماشين جوي جيم اللي تجمع بين الألعاب الممتعة، المعلومات المفيدة والقصص الجميلة. المهم جبت لكم اليوم حكاية على واحد اللعبة تاع سباقات كيتسمى اسمها برك ديجا تفكر لي دريفت، تفكر الدبزة مع لابوليس، موسيقى شابة، جيم بلاي ما تحكيش. المهم تعطيكم الجو اللي صح يعيشك عالم سباقات اللي هي نيد فور سبيد ان بوند، وانا من عشاق السلسلة من بكري. المهم الحكاية تجمع بين العائلة، الخيانة وإعادة بناء الذات من الصفر في مدينة لوك شور المتواجدة في شيكاغو. المهم تعمقوا شوية في القصة. الحكاية تبدأ مع واحد الإنسان واسمه رايدل. هذا عنده كراج، شغل هو ميكانيسيان ممطون كيتي كرارس، والكراج تاعو اسمه رايدلز رايدر. وانت تخدم في هذاك الكراج، يعيطولك اللاعب ولا بلاير، ومعاك واحد الصديقة انتيم واسمها ياسمين، المختصر تاع اسمها ياز، وممطون الشركة تاعك في الكراج. المهم كان لوبجيكتيف تاعكم ولا الهدف هو انه تحكموا الطوموبيل خردة وتحولوها لسيارة أسطورية. وعندكم واحدة من بين 3 خيارات اللي عطاهم لك مع الأول، عندك لامبورغيني كونتاش، دوت تشارجر ولا نيسان سيلفيا. المهم تحكموا واحدة من بين هاد السيارات 3 وتبداو تخدموا عليها، تبداو تكيتيو فيها، تخسروا عليها دراهم، تخسروا عليها جهد. المهم هكذا كان الحال. من المشكل سيكي مع الوقت ياسمين ولات تحس روحها محبوسه في هذا الكراج، لانه كانت لا فيزيون تاعها لبعيد، ولا الشغف تاعها هو انه تولي مشهوره وعندها بزاف دراهم. وشنو رابيدمون ورايدل مول الكراج رفض هذا الشيء، تسمى ما كاش كيفاش تكسروا كلمته ولا ديروا حاجه مور ظهره. المهم حملت، صبرت شويه، سكنت الامان، ومن بعد سلسله سباقات ناجحه. المهم بديتوا تربحوا لي كورس، بدا الكراج يديفلوبا، دراهم بداو يدخلوا. المهم كانت الحاله ماشيه على الشعره. في ليله من الليلات صرا اكاس في الكراج، جا واحد الجماعه سرقوا لكم كاع الطوموبيلات حتى الطوموبيل الاسطوريه اللي خدمتوها. والمفاجاه هو انه ياز هي اللي خطط لهاد لاكاس، تبعت واحد الجماعه ما يسواوش تما يديروا كلش، وهي غير باش تثبت روحها. هذا ما كان يعني. المهم الكراج ديكلارا فايت وخلاتك نتايا ومرشي في حاله دمار تماما، يعني في حاله كارثه. وتما رايد الديسيسبيرا وكرا كاع الخدمه وفقد الثقه في كاع الناس. مي وشنو الكراج ما غلقش، شغل قعدتوا درت تشوف فيه، قعدتوا تخدموا هكذا دي شغل ريباراسيون خفيفه هكذا، وانت كان لازم عليك تنافيكي مصروف زياده، تعرف العقليه. تسمى واش كنت تخدم؟ كنت تخدم الليفرر، معناتها تروح تحكم طوموبيل ترفدها من بلاصه من النقطه الفلانيه توصلها للنقطه الفلانيه، وتدخل في مطاردات مع الشرطه ايتو. وشنو عندك شغل مبلغ مالي يعطوهولك في التوصيله تاعك، وكل ما تخدش الكروسه ولا تقيسها ولا يضربوك لابوليس ولا قد ما ينقص البري، قد ما ينقص البايمو. المهم كنت نافيغي وطم دراهم باش تعاون الكراج، كنت تدعم في تسمى، كنت تعاون رايد ليتو باش تعاود يعني تعاودوا تبنيو روحكم حبه حبه ضرب جديد. وقبل ما نكملوا في الحكايه، كاين واحد الخاصيه في هذا الجزء عجبتني بزاف وما كاش في الاجزاء السابقه، وهي لي طاكس. واش معناتها عناصر بصريه تجمع بين سيارات وبيئه الواقعيه والانيميشن اللي انسبيراهم فنون الشوارع والجرافيتي. يعني البيرسوناج تاعك ولي بيرسوناج اللي تلعب كونترهم وحتى المشجعين اللي قمروا عليك تلقاهم كاع يتيك على شكل كرتوني اللي في هذا يعيطولو السال شيدد. المهم كاين ولي بيرسوناج تاعك الحاجه ولا الميزه اللي عجبتني بزاف سيكو تقدر تموديفي الجوار تاعك كيما تحب، معناتها دير لاكوب تاع شعرك اللي تحب، وكاين بليزيور تيب، تقدر ميم تبدل لا كولور، تقدر حتى في لي فاتمون تخدمهم على حسب الكومبورتمون ستيل تاعك، سواء في سراول عندك بزاف لي شوا، عندك تحب تيشيرت، تحب سويت، تحب دي زاكسيسوار كيما نواظر، ونواظر تاني عندك بليزير تيب، عندك تقدر توشملو بالطريقه اللي تحب. المهم هذه ميزه عجبتني بزاف في اللعبه، ويكون على شكل كرتون كيما قلت لكم. وحتى في القياده عندنا عناصر البصريه، مثال في لي بنو كنا بكري باغ اكزومبل كي دريفتي ولا دير فيراج يطلع لك دخان بيض ولا كحل كيما في لا رياليتي. بصح هاد المره في بلاصه العناصر التقليديه دار واحد السيستم ولا واحد الاسلوب، هو انه كي دير فريستايل طونوبيل تقعد دريفتي ولا دير دي فيراج يخرجوا لك رسومات ملونه كيما تحب، وتطلق اشكال فنيه على حسب اسلوب اللاعب. والسباقات في هذا الجزء لازم تريسكي باش تربح، وفيها بزاف انظمه من بينها نظام الرهان باي ان، معناتها تحط كوطه تاع دراهم بصح شنو كي تدخل لاكورس وتفقد المركز الاول تخسر كاع يتيك دراهم، سواء يكون تحت تربحهم ولا اللي حطيتهم. عندك ثاني هيت ليفل، واش معناتها لاكورس انقسم الى قسمين، النهار والليل. في النهار تكون يعني تكون سباقات فيها مبلغ قليل حتى لابوليس ما تلبكش بزاف، بصح شنو في الليل قد ما تزيد الحراره يعني الهيت قد ما تزيد المكافاه تاع السباقات والبايمون يطلع، وشنو لابوليس تزيد تسمى لاغريسيفيتي تاعهم. وكل ما يزيدوا لك النجوم، وقد ما يزيدوا لك النجوم تاع لابوليس قد ما يبعثوا لك يعني فرقه خاصه تكون قويه بزاف على اللي قبلها.
ولو كان يحكموك قبل ما تلحق السيف هاوس ولا الكراج تفقد كاع المبلغ المالي اللي طميتو في هذيك السهره. كاين واحد النمط اسمه الصاب روكي، تا واحد الفنان مشهور في عالم الموسيقى وشخصيه اساسيه في العناصر البصريه الموسيقى تاع اللعبه، ويظهر تقريبا في النص تاع اللعبه، وهو قائد تاع واحد الجروب اسمه تيك اوفر ايفنت، وكيبان يوري لك واحد المهارات والاستعراضات يديرهم بالطوموبيل، يعني يدي فريستايل ويفنن. وهذا النمط تيك اوفر يعتمد على انه ماشي لازم تدخل الاول، لازم تطم لي بوان عن طريق واش، عن طريق لي دريفت، القفز وتحطيم الحواجز الملونه بطريقه استعراضيه، لازم تفنن ودير دي فريستايل باش تطم بزاف لي بوان، قد ما تطم لي بوان قد ما تكلاسي البريمي. وعنده واحد طوموبيل اسطوريه اسمها مرسيدس 190 او، ملونه بالابيض والكحل وفيها نيون خضر، وعنده واحد الشعار خاص به مكتوب فيه always strive prosper الصاب، وداير فيها بودي كيت سبيسيال وبزاف شباب. وباش تربح هاد الكروسه لازم تدخل معاه في تحدي قريب في لافان تاع اللعبه، وكي تربحو بيان سور تدير الكروسه تاعك للكراج. وفي الموسيقى تاع اللعبه يعني الغنى كاع يتيك جاي من الالبوم تاعو، هو اللي دار الساوند تراك. وانواع السباقات الموجوده في هذا الجزء، عندك لي كورس كلاسيك اللي تعودنا عليها في الاجزاء السابقه، هي انه تبازي على لا فيتاس ماكسيموم والمسارات مفتوحه. عندك ثاني كورنر كينج، هذا سباق جديد زادوه، وشي بازي على انه السيركوي يكون فيه بزاف لي فيراج قاصحين، وانت لازم تسيد دورهم بلا ما تصدم، سينو يفوتوك وتعشي باش ترابي وتعاود تلحق المراكز الاولى صعيبه. عندك ثاني اونديرونس معناتها كورس طويله وتعتمد على تركيز عالي وقدره على الصمود. عندك ثاني رامبل، السيركوي يكون في حلبة مغلوقة وجينيرالمون تكون لاكورس قصيرة وسريعة. كاين ثاني دريفت برو، هاد الخاصية لازم لك لي بنو سبيسيال واسمهم بنو دريفت برو، هذه تبازي على التوازن والتحكم الدقيق في لي فيراج. عندك سباقات المطاردة والمخاطرة، بينهم موت بورسويت اللي انسبيراها من الأجزاء الكلاسيكية، معناتها كي تكون بلان كورس لا بوليس يسيو يصابوطيوك ويكسروا لك الطوموبيل تاعك باستخدام المسامير والاجهزه الكهرومغناطيسيه باش يخبطوا لك الموتور تاعك وتحبس لك لافواتير. عندك ثاني غانتلات، واش معناتها كي تكون دير لاكورس مع متسابقين واحد اخرين، لا بوليس يسيو يديروا الماكسيموم باش يحطموا لك الطوموبيل تاعك، وكاين واحد لي ستاسيون شغل يشبهوا البومبا ايسونس، عندك لا شونس 3 فوا تجوز عليهم، يعني كل ما تجوز عليهم يسقموا لك الطوموبيل تاعك بصح شنو لفت هذيك 3 فوا، وقبل ما تلحق لاريفي يكونوا حطموا لك الكروسه تاعك بيان سور تخرج من المسابقه. عندك ثاني نمط السرقه والهروب بلوك داون اللي انسبيريوه موست وانتد الغني عن التعريف. وهذا النمط لازم تدخل البلاصه ممنوعه وتسرق طوموبيل نادره تكون غالبا تاع كشخصيه مهمه، ولازم تخرج من المنطقه قبل ما يلحق الخبر للدوله ويسيركلي ويغلقوا البلاصه. ودوكا نجوزو لي طاب لي كاع نعشقوها هي كيفاش تكيتي كروسه. نبدا بليس اكسيسوار كيما هادي مكيتيو مي بون معليش بور افوار انفورماسيون برك. عندك بارشوك افون، عندك هاد السيستم، عندك من الكوتي لي جونط من بعد نولو. عندك بوتشاتمون بزاف لي موديل، سبويلر بيان سير، ويف لا سامبليسيتي هدايا. بارشوك اريال، خوتي الحاجة المليحة سيكو كل طوموبيل وعندها لي زاكسيسوار تاعها، سما ماشي كاع كيف كيف. كاين تاني ماتريكل، عندك اريال بلون تقدر تغير، وتاني تقدر تكتب اسمك ولا تكتب التاكسي اللي تحب، وهاليك عندك نيشوفا تكتب كيما تحب. عندك تاني لي فيتر تقدر ديرهم تانتي بالديجري اللي تحب، ولا كولر تاني تحب ديرهم روج جون كيما تحب. كابو، تقدر تاني تبدل لا كولر تاع لي فو، صفرا زرقا خضرا حمرا كيما تحب. وعندنا بيان سور لي جونط هما الحاجة التحفة قاعدتك في الكروس، وعندك انواع تقدرش تيماجيني شحال، وقال لي كاتيجوري. عندك تاني لابياج، بون نبداو بالبانتور، تحب مات تحب
ميطاليزي تحب كيما تحب كيما راكم تشوفوا. وعندك لابياج تاني بليزيور موديل ما يخلصوش. حاب دير تاني ديتكس كيما يحب خاطرك. كاين امبلام، كاين دي لوغو، كاين علامات كيما تحب على حسب بلادك. وكاين واحد الحاجة يعيطولها لي طاك كيما اللي حكينا عليها من قبيل. هايليك خاوتي الدخان اللي يخرج من لي بنو. لاكولور تحب خضر الزرق. هاد الميزة بزاف عجبتني، تسمى تجمع بين الواقعية والانيماسيون. وهادي هي. كاين دوطر اكسيسوار تاني تبدل بالكلاكسون. كاين نيون، كيف عندك بليزيور مود. المهم متعة وحاجة فري قوة. وكاين تاني بليزيور اسنتو. كاين تاني بطوموبيلات عندك بزاف لي تيب. كاين الA الB A بلس S بلس على حسب كاتيجوري اللي تحب. وعندنا اكزاكت شحال هاد الطوموبيل واحد 135 ابيبري. عندك ليستا لاباس بيها طوموبيلات غير القوة غير الأسماوات الخشان. كاين لي على الأورس خويا العزيز. جي تي ار. وبيان سور قد ما تطلع في لي زيطاب قد ما تطلع الفيراري لامبورغيني قلب الحبة. وهادي يا خوتي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. دوكا نولوا لاسويت تاع الحكايه. ابري عامين الكراج يولي سي جوست ديروا فيه دي ريباراسيون ودخلوا به حاجه خفيفه. وفي نهار من النهارات قابلت واحد الطفله كومبارازر يعني زهر واسمها تاس. وهذه تاس مستثمره طموحه وتعرف تنيغوسي وتنافيغي. شفتك بلي عندك موهبه وتعرف تسوق مليح، الور بروبوزات لك واحد لوفر. قالت لك واش رايك ننفيستي عليك ونعاود نرجعك للستريت ريس يعني لسباق الشوارع ونقمر عليك وانا نربح دراهم. ومنها انت تستفاد تطور الامكانيات تاعك وتخدم كروسه شابه اللي تدخل فيها لواحد ليفانت واسمه دي جراند. هو الكبير والضخم قاعدك في المدينه اللي نظمته ياز ولا ياسمين ولا دوكا قائده تاع واحد العصابات قويه وكبيره في عالم السباقات. هذا دي جراند باش تلحق ياز وتعاود تريكيبيري الكروسه تاعك اللي سرقتها منك قبل عامين. القصه مقسمه الى 4 اسابيع. في النهار طمئن صوم قليله ودير دي كورس صغار وشنو كل كورس تلعبها تزيد النيفو تاع الهيت. وفي الليل باينه المطاردات تاع الشرطه تكون اغريسيف بزاف والجوائز تضاعف. ولي كاليفيكاسيون في كل فان سيمان تحديدا بالسبت لازم تحط ان غروند صوم باش تدخل في سباق مع بيلوت يكون بروفيسيونال وقوي بزاف. وكي تربحوا راح تصوتي السمانه اللي موراها ومامطون تكسب كروسه جديده. والان جوزو الخاتمه. في السمانه الرابعه الحق الموعد تاع ليفينمون دي جراند اللي كان منتظر. تدخل في سلسله سباقات ضخمه وصعيبه مع لي مير بيلوت تاع هذيك المدينه. وكي تربح كاع لي كورس تلحق لا فينال كونتر ياز. لا كورس تكون فاصافا ولا كورس بيان سور راح تكون صعيبه راح تكون طويله. ياز ماشي حاجه سهله في البيلوطاج. المهم كي تربحها تتكاكا وتستعرف باللي غلطت وتجي تطلب سماح من رايدل. معلول ما كانش يحب يشوف فيها ومن بعد حن قلبه وقال لها باللي الباب دائما مفتوح لافراد العائله. المهم تكتشف انت تاني بلي تاس اللي ما كانتش نيتها تكون الحليفه تاعك ولا الصديقه تاعك وتعاونك وانما كانت تجري مول المصالح تاعها. كان لها مال واحد وين نطم بزاف دراهم وتقمر وكي لحقت الفايده تاعها قلعت وخلاتك. المهم في نهايه القصه ياسمين تعاود تولي الكراج والكراج عاود يسترجع الهيبه تاعو وتعاودوا ترجعوا كاع الكراسي تسرقوا منك والعائله تعاود تتحد من دار جديد. ان شاء الله تكون عجبتكم القصه وتكونوا استمتعتوا بكل تفصيله وكل ديتاي خاصه بالسيستم الجديد اللي داروه تاع السيل شيدد اللي هو اللي فيه كرتون. المهم ما تنساوش الاعجاب والمشاركه ونشكركم بزاف على وقتكم ودمتم في رعايه الله وحفظه.